واحد الطفله قالت انها شافت واحد العجوز تحت شجره الصفصاف. ومن بعد ايام بداو كيوقعوا احداث خلات امها تسول سؤال واحد: كيفاش واحد ميت يقدر ينقذ حياه انسان حي؟ اواخر الثمانينات كانت واحد السيده في مدينه لندن في انجلترا سميتها جاكلين. فقدات راجلها في ظروف مأساوية. قبل ما يموت خلى ليها واحد الثروة كبيرة في وصيته. من بعد مدة قررت جاكلين تبدل الجو وتبدا حياة جديدة، وانتقلت هي وبنتها الصغيرة اللي كان عمرها تقريبا 8 سنين سميتها دينا. مشاو لواحد الكوخ قديم في واحد المنطقة قروية كانت زوينة بزاف، طبيعة. الغريب هو ان مول الكوخ كرا ليهم داك الكوخ، غير هو كان داك الكرا رخيص بزاف، وهذا الشيء خلاها تستغرب حيت المكان كان كيتمنى اي واحد يعيش فيه. جاكلين تعلقات بداك الجردة ديال الكوخ، خصوصا المنظر الطبيعي ديالها، ولكن كانت ديما كتجيها واحد الكآبة ملي كانت كتشوف واحد شجرة الصفصاف اللي واقفة في وسط الجنان بلا ما تعرف علاش. دازو تقريبا شي 3 شهور على انتقالهم. في واحد الليلة جات دينا عند امها متحمسة وقالت ليها انها شافت واحد العجوز لابسة الكحل، لابسة لباس كحل طويل وواقفة حدا شجرة الصفصاف. لوحت ليها بيديها وهي كتبتسم، ومن بعد غبرات. جاكلين ظنات باللي بنتها غير كتخايل ولا مريضة، فقررت تنعس معها ديك الليلة. بقات كتحكي ليها هكا كتب قصص حتى نعسات. شوية في نص الليل كتسمع جاكلين الدقان في الباب. جاتها واحد الرعشة، خافت وقالت شكون يقدر يجي في هذا الوقت المتأخر؟ قبل ما تحل الباب سولت شكون. جاها جواب من وراء الباب: انا طبيب جيت نفحص الطفله المريضه اللي سميتها دينا. هنا غتجي الصدمه جاكلين. تحلات عينيها بالدهشه، ولكن حلات الباب. فجاه غتلقى واحد راجل طويل شعره فيه الشيب كيشوف في واحد الورقه، وهز في يدو واحد الكارطابيل ميديكامون. سولها: واش انتي السيده جاكلين؟ استغربات كيفاش عارف سميتها وهي ما عيطات حتى على طبيب. ولكن خلاته يفحص الطفلة. من بعد الفحص قال لها خاصها تمشي فورا للمستشفى. سمعت كلامه وخدات بنتها بسرعة للمستشفى، وهنا اكتشفت ان دينا عندها واحد المرض خطير ممكن يتسبب لها في الوفاة، ولكن قابل للعلاج إلى تدخله في الوقت المناسب. وفضل داك التدخل تشافت البنت. داز الوقت ولكن جاكلين عمرها ما نسات داك الطبيب اللي جا في داك الوقيته وجاب لها اتصال. هذا هو الغريب أكثر. دازت 9 سنين وبالضبط 1989 جا واحد الراجل وسيم منتصف العمر، جا لداك الكوخ ديال جاكلين. قال لها بلي الطوموبيل ديالو راه سالا ليها البنزين، وسولها الا ممكن تسلفو شويه د الفلوس باش يوصل لاقرب محطه د البنزين. باش يطمنها خلى ليها ساعه غاليه كضمان ترجع الفلوس. وافقات جاكلين حيت بان ليها صادق وعطات ليه مبلغ بسيط. مشى عمر البنزين ورجع شكرها وقال لها غادي نرجع لك الفلوس في اقرب وقت. فعلا رجع في نفس النهار مع 6 العشيه، جاب معاه ورد ورجع ليها الفلوس، وحتى باس ليها يديها قبل ما يمشي. وقفاتو جاكلين حيت نسى الساعه وعرضات ليه يشرب اتاي. جلسوا كيهضروا حتى 9 الليل. قال ليها سميتو جونسون وهو من مدينه ليفر. في الاخير تبادلوا رقم التليفون. من بعد بيومين عيطات ليه، ولكن حتى شي واحد ما كان كيجاوب في داك الرقم. بقات محتاره واش عطاها رقم غلط غير باش ما يحرجهاش. من بعد الايام غيصوني التليفون ديال الدار. جاوبات دينا الصغيره، ومن بعد نادات امها. شدات جاكلين السماعه وقالت الو، ولكن ما كان جونسون. كان واحد الصوت ديال واحد العجوز. قالت ليها شي كلام مخيف على جونسون. قالت ليها انه نصاب وعارف الثروه اللي ورثتيها من راجلك. صدمات جاكلين وسولاتها شكون انتي. جاها الجواب: مولكو غادي يجاوبك. نهار الحد اللي من بعد رجع جونسون الكوخ ومعاه ورد وقنينة الشراب الدواخة. حكات ليه ديال المكالمة ديال العجوز. غير سمع كلامها وقف فجأة، لبس المعطف ديالو وخرج بلا ما ينطق حتى كلمة. في نظركم علاش جونسون دار هاد ردة الفعل فاش سمع قصة المكالمة؟ واش عنده شي علاقة مع داك العجوز؟ دازو ايام، ولكن الاحساس بعدم الراحة ما فارقهاش. كانت شي حاجة ناقصة، بحال الا القصة ما سالاتش. كل مرة كتشوف الباب ديال الكوخ كتخيل جونسون واقف تما. كل مرة كيصوني التليفون كيدق قلبها بقوة قبل ما تجاوب. بقات كتسول راسها علاش خرج داك النهار بلا ما يقول حتى كلمة.
وشكون كانت ديك العجوز اللي عرفات عليه تفاصيل ما يعرفها حتى واحد. بعد أسبوع وهي كدير جولة في الحديقة مع بنتها دينا، وقفات فجأة حدا شجرة الصفصاف. الريح كانت خفيفة، ولكن أغصان الشجرة بدات كتتحرك بواحد الطريقة غريبة، بحال شي حد كيدوز من بيناتها. دينا شدات يد امها وقالت بصوت منخفض: ماما راه هي. جمدات جاكلين في بلاصتها. شكون؟ العجوز راها كتراقبنا. دارت جاكلين دورة بعينيها للحديقة، ما كان حتى واحد، غير صوت الأوراق وصمت ثقيل كان كيخنق داك المكان. داك الليل ما جاهاش الناس، بقات كتفكر في كلام العجوز في ديك المكالمة اللي قالت لها ملكو غادي يجاوبك. في الصباح الموالي قررت تمشي تسول صاحب داك الكوخ. ملي حكات ليه القصة كاملة تبدل لون وجهه، بحال الا كيصارع مع فكرة يقول الحقيقة ولا يخليها مخبية. ومن بعد قال لها ماشي أول مرة كنسمع هادشي. حكى ليها أن الساكنة اللي كانت قبلها حتى هي كانت كتقول كتشوف شي عجوز في هاد الحديقة، وكتتوصل بمكالمات تحذيرية في الليل. ومورا مدة قصيرة مشات من الكوخ بلا حتى تفسير. زاد قال ليها حاجة خلات الدم يبرد في عروقها. العجوز اللي شافوها الناس سميتها إنيد، وكانت عايشة بوحدها في داك الكوخ أكثر من 20 عام. الناس في الدوار كانوا كيقولوا عليها غريبة الأطوار، ولكن عمرها ما آذت حتى شي واحد. نهار لقوها كانت ممدودة تحت شجرة الصفصاف وعينيها محلولين بحال إلا كانت كتسنى شي حد. ومن داك النهار بداو الحكايات. شي ناس قالوا باللي شافوا الظل ديال امرأة كدوز في ديك الحديقة في الليالي المقمرة. آخرين سمعوا خطوات فوق العشب رغم أن المكان كان خاوي. حتى مول الكوخ بنفسه اعترف أنه في ليلة شتوية شاف واحد المرأة كتمشى فوق الثلج، ولكن ملي خرج يشوف ما لقى حتى آثار ديال الرجلين فوق داك الثلج. رجعت جاكلين للدار وقلبها عامر بالأسئلة، ولكن الحاجة اللي خلاتها ترتعب أكثر هو أنها ولات كتلاحظ تفاصيل صغيرة. الباب الخلفي كيلقاوه مسدود وهو كان محلول، الضو كيطفى ويتشعل بوحدو. أحيانا كتسمع واحد الهمسات خفيفة جاية من جهة شجرة الصفصاف. واحد الليلة وهي كتسد الستائر قبل النعاس لمحات بعينيها حركة خفيفة في الحديقة. تماك تجمدات. تحت الشجرة كانت واقفة امرأة عجوز لابسة الكحل كتشوف مباشرة نحو ديك النافذة ديال غرفة دينا، ولكن هاد المرة ما كانتش كتبتسم، كانت غير واقفة كتشوف الدار جاكلين بواحد النظرة جامدة. رفعت يديها وكأنها كتحذرها من شي حاجة قريبة توقع، وفي نفس اللحظة تفضوا فجأة. وملي رجع كانت شجرة الصفصاف بوحدها خاوية وكأن حتى واحد ما كان تما. من بعد ديك الليلة غتكتشف جاكلين الحقيقة. واحد الجارة حكات لجاكلين على داك الراجل، قالت باللي كان سميتو الحقيقي جيمس، ودوز 6 شهور د الحبس بسبب النصب والاحتيال، وكان عنده 2 نساء في مدن مختلفة وعايش حتى مع شقاء آخر. ومن داك النهار ولات سادي كتآمن أن العجوز اللي تحت شجرة الصفصاف ما كانتش روح شريرة، بل كانت كتحرس داك الكوخ وكتحمي الناس اللي ساكنين فيه من نصابة ومن بحال هاد النوع د الرجال. رغم مرور السنوات بقات قصة الكوخ وشجرة الصفصاف من بين أغرب الحكايات اللي تداولها سكان ديك المنطقة. قصة جاكلين خلات بزاف ديال الأسئلة بلا جواب. واش فعلا كانت روح العجوز كتراقب الكوخ وكتحمي الناس اللي ساكنين فيه، ولا مجرد صدفة غريبة تبدلات فيها حياة إنسان بالكامل؟ اللي تعلماته جاكلين هو أن المظاهر كتخدعنا أحيانا، وماشي كل حاجة مجهولة خاصها تخوفنا، لأن الخير يقدر يجي حتى من أماكن ما كنآمنوش بوجودها. ودابا السؤال لكم، إلا كنتو في بلاصة جاكلين واش غادي تحسوا بالخوف من داك الشبح، ولا غادي تشكروه لأنه نقذ حياتكم؟ كيفاش؟ راه الشقة 4 هي فين ساكن،
اش كدير في هذا الممر؟ مشيت بشويه، كل خطوه كنت كنسمع صداها كيرجع ليا، ولكن كان شي صوت مختلف، بحال شي حد كيمشي ورايا بنفس الايقاع. وقفت، الصوت وقف، مشيت، الصوت تبعني، ما بقى عندي شك، شي حاجه كانت كتقلدني. انا كريم، وهذه قصتي مع الطابق اللي ما كاينش. انا عمرني ما كنت كنآمن بعالم ديال الجن والطوابق المسكونه، حتى سكنت في واحد العماره قديمه في واحد الحي كالم بزاف. الكرا كان رخيص بطريقه غريبه. سولت السمسار على هاد القضيه ديال الرخص، قال لي الناس ما كيبغيوش البنايات القديمه، هذا هو السبب. كنت كنضحك في ذاك الوقت، ما كنتش عارف باللي الرخص عنده ثمن. اول ليله واول صوت غريب غادي نسمع. سكنت في الطابق الرابع، كان اخر طابق في ديك العماره. في ليلتي الاولى وانا غادي نعس، حتى سمعت خطوه من فوقي. وقفت في بلاصتي، عاود سمعت مزيان، خطوه خطوه، توقف شويه شويه، زاد جوج خطوات سريعه. القلب زاد كيضرب. حاولت نتمالك نفسي، ربما تكون غير شي قطه في السطاح. دوزت ديك الليله باش عطا الله. الغد ليه غادي نلاحظ السنسور غيدير واحد الحاجه ما مفهوماش، كانت لوجيك. ركبت المصعد، ضغطت على رقم 4، هو بدا طالع. تماك بان ليا رقم عمري ما شفتو، كان رقم 5. تماك جمد ليا الدم في عروقي. اش هاد العجب، كيفاش العماره فيها غير 4 طوابق وانا كنشوف رقم 5 مجباد في السنسور؟ تجمدت بالخلعه. هو يقول لي واحد الراس ضغط على داك الرقم، وشحال غنعيشو فيها كاع. ضغطت، النظام ما عطلنيش، طلعني بسرعه الضوء. الباب تحل، كنشوف قدامي ممر مظلم والضوء كيرمش. ما قدرتش نخرج. حسيت بشي حاجه كتقول لي اش كدير هنا، ماشي بلاصتك هادي. ضغطت بسرعه على رقم 4 وهبطت في حالي، ولكن الكابوس ما سالاش. من داك النهار وانا كنسمع الاصوات كتزاد، كل مره صوت في شكل. في واحد الليله سمعت شي حاجه كتهمس بصوت ضعيف، بحال شي تسجيل قديم كيناديني بسميتي، كريم كريم. تسمرت في بلاصتي. الصوت جا من الفوق، ولكن الصوت ما كانش بشري عادي، كان فيه برد، فيه شي حاجه غير طبيعيه. والمشكل الكبير، الصوت كان عارف سميتي. هذا الكلام خلاني نتذكر شي كلام سمعته نهار الاول من عند واحد جارتي، الجاره اللي كانت عارفه القصه كامله. كانت مرة كبيره في السن، كتسكن في الطابق الثالث. نهار شافتني قالت لي بلا مقدمات، الا سمعتي شي حد كيناديك ما تجاوبش. ضحكت وقلت لها علاش؟ بقات ساكته شويه وهي تقول لي حيت الا جاوبتي غادي يطلع عليك. هاد الجمله بقات دايره في دماغي. المهم من بعد مشيت للبلديه نشوف المخطط ديال العماره. الموظف عطاني واحد الورقه، البنايه فيها 5 طوابق، ولكن الخامس مكتوب عليه مغلق من 1998. سولت على السبب، خسر عليا داك الموظف كلمه واحده، كان حادث. مشيت نقلب في الارشيف، لقيت خبر قديم. 5 ديال الناس ماتوا، كانوا كيسمعوا شي صوت كيعيط ليهم باش يطلعوا للطابق الخامس. واحد بواحد مشى وما رجع حتى واحد. قلبت الارشيف، جبرت الاسماء ديال الناس اللي ماتوا في ذاك الحادث. كنقلب في اللائحه، اسم الاول، اسم الثاني، الاسم الثالث، حتى وصلت للاسم الاخير. تجمدت، حسيت الدنيا كدور بيا. قربت الورقه لوجهي، قريت الاسم مزيان، وكانت الصدمه.
نفس الاسم ديالي الكامل، نفس تاريخ الازدياد، نفس كل شيء. اش هاد العجب؟ واشنو هاد الشيء؟ واش انا في حلم ولا حقيقة؟ من وراها جات الليلة اللي تبدل فيها كل شيء. ديك الليلة المصعد خدام بوحدو، طلع، وقف شوية، هبط، وقف قدام بابي. سمعت شي خطوات في الزنقة ديال الطابق، وقفوا قدام بابي. 3 دقات بطيئة كيدق في بابي. زدت، قربت، لجيت الباب، كنسمع التنفس والقلب بغا يحبس. ومن ورا الباب جا الصوت. درت الكاميرا ديال التليفون وصورت الباب، ومني شفت الصورة حسيت بروحي كتخرج مني. كان واقف قدام الباب شي واحد، ولكن راسو لاصق في السقف وطويل بطريقة غير طبيعية. رجعت لبلاصتي، ما عاودتش تحركت، حتى النفس ما كنخليها لا تطلع لا تهبط، النعاس والو حتى طلع النهار. نهار قررت نهرب، قبل داك المصعد نهبط. بان ليا رقم 5 مرة اخرى. هاد المرة طلع بوحدو، الباب تحل وكان الضو شاعل. في الاخر ديال الممر كانوا واقفين 5 ديال الناس كيتفرجوا فيا، وسطهم شخص كيشبه ليا بحالي، نفس وجهي نفس عينيا. ابتسم وقال لي تأخرنا عليك. حسيت رجلي كتخرج من المصعد بوحدها، شي قوة شداتني والباب تسد ورايا. داك الممر ما كانش مظلم، كان مضوي، الضو ديالو كان بيض بارد بحال ديال لوبيطال. خرجت خطوة وحدة، الباب تسد ورايا، وكنسمع صوت آخر قال لي مرحبا رجعتي. تلفت، هاد المرة ما كان حتى حد، ولكن حسيت باللي ماشي بوحدي. الممر طويل وكالم بزاف، الحيوط نضاف ولكن ما فيهم حتى باب، غير باب واحد في الأخير مكتوب عليه رقم 4. كيفاش؟ راه الشقة 4 هي فين ساكن. اش كدير في هاد الممر؟ مشيت بشوية، كل خطوة كنت كنسمع صداها كيرجع ليا، ولكن كان شي صوت مختلف، بحال شي حد كيمشي ورايا بنفس الإيقاع. وقفت، الصوت وقف، مشيت، الصوت تبعني، ما بقى عندي الشك، شي حاجة كانت كتقلدني. وصلت للباب، حطيت يدي على المقبض، كان بارد بحال الثلج. حليت ودخلت. الشقة اللي ما خصهاش تكون كانت هي، نفس الصالون، نفس الكرسي، الضو هو، حتى التليفون ديالي كان فوق الطابلة، ولكن كاين شي حاجة ناقصة. الساعة ما خداماش، موقفة على 2:15، نفس الوقت اللي سمعت فيه أول همسة. بديت داخل بشوية، عاود صدر صوت آخر وكان قريب هاد المرة. قال لي شحال من مرة خصك تعاودها باش تفهم. تلفت بسرعة، بان لي راسي واقف حدا المراية، نسخة طبق الأصل، بنفس الهيئة، اللبسة، اللوان، الشعر. كنت أنا هداك واقف حدا المراية، ولكن هاد أنا كان باين شحب، عيني غامقين وكيبتسم ابتسامة غير طبيعية. قال لي بهدوء انت غير النسخة الجديدة. رجعت للور وقلت اشنو كتقول؟ قرب مني بشوية وقال لي كل مرة كيجي شي واحد يسكن في العمارة راه كيبدا يسمع النداء، إلا طلع كنبدلوه. حسيت الدنيا كتدور بيا. قلت ليه فين مشاو الآخرين؟ دار واحد الضحكة خفيفة. هما هنا غير ما بقاش عندهم الجسم. في داك اللحظة سمعت همسات أخرى في داك الممر، أصوات كتيرة كتقول نفس الجملة، طلع طلع، الحقيقة اللي ما بغيتيش تقبلها. قرب مني النسخة ديالي، حط يدو على كتفي، كانت باردة ولكن ما حسيتش بلمسة حقيقية. قال لي انت ما جيتيش تسكن هنا صدفة. ايوا شنو؟ انت جيتي باش ترجع. نرجع لفين؟ قرب مني كتر حتى وليت كنشوف راسي في عيونه. انت كنتي واحد من ال5 اللي كانوا في 1998. كيفاش؟ مستحيل انا تزاديت من بعد داك العام. ابتسم وقال لي هذيك غير القصة اللي عطيناها لك باش تعيش عادي، ولكن كل مرة كيقرب الوقت كتسمع النداء. بديت كنتفكر واحد الحلم كنت كنشوفه في صغري.
كنت كنشوف راسي طالع في واحد المصعد كيبان لي رقم ما كاينش، وكنفيق مفزوع، عمرني ما عطيته اهميه. دابا كلشي بدا كيتربط. قلت ليه الا كنت انا هو واحد منكم علاش خليتوني نعيش كل هاد السنين؟ جاوبني حيت خاصنا جسم باش ترجعوا لفين؟ للعالم ديالك. فهمت في ديك اللحظه هما ماشي غير ارواح، هما كيستعملوا النسخ باش يرجعوا يعيشوا وسط الناس، وكل واحد كيطلع للطابق الخامس كيولي الباب ديال رجوعهم. نرجعوا للصوت. من بعد ما سمعت خاصنا نرجعوا للعالم ديالك، اصوات زادت في داك الممر. كنسمع اختار تبقى ولا ترجعنا. النسخه ديالي مدت لي يديها، قالت لي الا بقيتي هنا غادي تنسى كلشي، واذا مشيتي شي حد اخر غادي يطلع بلا ما يعرف. هنا كان خاصني نقرر نضحي براسي ولا نخلي شي واحد بريء يتبدل. شويه كنسمع الهمسه الاخيره، الا خرجتي ما غاديش تبقى انت. غمضت عيني، دخلت للمصعد، هبط 3 2 1، الباب تحل. العمارة عادية، الضوء عادي، كل شيء عادي. مشيت للشقة، دخلت، مشيت للمراية وشفت راسي انا عادي، ولكن العينين ديالي كانوا اغمق شوية من الاول. وما بقيتش كنسمع حتى صوت من الفوق. انتشر الصمت، من تماك ما سمعت والو. حسيت براسي ربحت. قلت يمكن غير كابوس، ويمكن سالا كلشي. مشيت جلست فوق الكرسي، شديت راسي بيديا وبديت نضحك شويه، حتى سمعت صوت الباب كيتحل من برا. كيفاش؟ شنو هاد الشي عاوتاني؟ الباب تحل، حسيت بشي حد داخل. قربت، بان ليا شبح ديالي عاود، نفس وجهي، نفس لبسي، نفس كلشي، ولكن هو كان باين مرتاح وكالم. قال لي شكرا، دابا تقدر ترتاح. بديت نرجع للور، ولكن رجليا ما بقاوش كيتحركوا. جسمي بدا كيولي خفيف، صوتي اختفى. حاولت نصرخ ما خرج حتى حرف. هو بدا يقرب للمرايه، بدا يشوف في وجهه. سمعت صوته كيهمس. النسخه خاصها تمشي والاصل خاصو يبقى. في ديك اللحظه فهمت الحقيقه. انا ما كنتش الاصل، انا كنت غير نسخه مؤقته، مجرد غلاف وسالات الصلاحيه ديالو. اخر حاجه سمعتها هو كيسد الباب وراه. قال لي نتلاقاو في 1998. ومن بعدها انتشر الظلام، حتى شي صوت ما بقى كيتسمع. المهم كانت هذه قصة كريم مع العمارة القديمة. وحتى انت إلا جاب الله وسكنتي في شي عمارة قديمة وسمعتي شي صوت ولا خطوات الفوق، تذكر راه ما كاين حتى شي حد من غيرك. وإلا شفتي شي رقم مفروض يكون في المصعد، عندك طلع، حيت راه كاين واحد الطابق ما كاينش في المخطط، ولكن كاين اللي كيتسناك فيه. من الفقر إلى مشروع كيدخل 30 ألف درهم في الشهر. هذه قصة شاب مغربي سميتو آمين. هذا آمين وهذه قصته، تابعوا معي. حتى شي واحد ما كان يتوقع أن آمين غادي يولي صاحب مشروع ناجح وغادي يدير لاباس، حيت البداية ديالو كانت صعيبة بزاف. آمين تزاد في حي شعبي في واحد المدينة صغيرة. الأب ديالو كان مرة خدام مرة غير الدار، والأم ربات بيت، الدخل ضعيف والمصاريف كتيرة. من صغره هو كيشوف المعاناة في دارهم، الكرا، الضو، الماء، ومصاريف المدرسة. فاش وصل ل 17 عام أمين اضطر ينقطع عن الدراسة ويخرج يخدم ويعاون الدار. في الأول كان كيبيع الميكا في السوق، الناس كتساومو على نص درهم 2 دراهم، ولكن كان صابر. واحد النهار كيف العادة في السوق كيترزق الله، بان ليه واحد الشاب كيبيع داك الشيء ديال الاكسسوارات ديال التليفون. الناس دايرين بيه والربح باين. ديك اللحظة أمين قال مع راسو علاش لا نجربش حتى أنا، ربما يكون هذاك هو رزقي. ولكن المشكل ما عندوش راس المال. هنا قرر أمين يبدأ يجمع بالدرهم، بالجوج، بالخمسة، حتى جمع 1500 درهم في ظرف 3 شهور. مشى لمدينة كبيرة شوية فيها الرواج، شرى شوية اكسسوارات بسيطة، بوشيت، شارجور، سماعات رخيصة، وبدا كيبيع. مرة تجبرو في السوق، مرة في المحطات كيتلاوح، مرة في الشوارع الكبار.
في الاول كان الربح ضعيف، ولكن امين كان عنده واحد السر بصراحه هو اللي خلاه يفوندي في السوق ويدير بلاصتو في الدومين. امين كان دايما الابتسامه والضحكه من القلب، كان كيبتسم في وجه الكليان وكيبدل ليهم السلعه في حاله لو وقع فيها شي مشكل، المهم كيرضي الخواطر. من بعد واحد 6 شهور امين قدر يجمع تقريبا شي 8000 درهم. كرا محل صغير ما كانش في السونتر المدينه ولكن في زنقه فيها شويه الحركه. امين بدا خدام في داك المحل غير هي وفق واحد النظام اللي حطو في دماغه: جوده مقبوله، اثمنه مناسبه، ومعامله مزيانه. ومن بعد عام زاد ادخال بيع ديال الهواتف المستعمله ولي زيكسيسوار ديالهم. امين كان كيسهر حتى الاواخر د الليل يتعلم من اليوتيوب، يبحث في الانترنت كيفاش يصلح الشاشه، كيفاش يبدل البطاريه، كيفاش ينقي بورد الهاتف. تعلم بوحدو بلا معلم. مشات ايام وجات ايام، المحل الصغير ولا كبير. امين زاد الخدامه معاه، ولا عليه الطلب والزحام في المحل. دار صفحه في انستغرام، فيسبوك، ولا كيبيع محرك مزيان. اليوم المشروع ديال امين كبار، ولا كيدخل تقريبا ما بين 25,000 حتى 30,000 درهم في الشهر. هذا امين. ولكن الا سولتوه شنو هو السر، الصراحه ماشي الفلوس اللي خاصك في الاول، بقدر ما انت محتاج للصبر والتوكل على الله بحق توكلي، وتجرب طيح فاش كان. المهم يكون مدخوله حلال. امين ما كانش شي عبقري، وما كانش عنده معارف، وما ساعدو حتى شي واحد، ولكن كانت عنده حاجه اللي هي العزيمه والصبر، وكان كيامن بداك الصوت الداخلي اللي كيهمس ليه بالنجاح. والسؤال كيبقى مطروح ليك انت: واش فعلا امين خدم على راسو ودار بالاسباب، ولا نقولو كان غير حد وقف معاه؟ اجي نقول لك في خبارك، انا دابا مسجون في واحد الغرفه، والشيء الوحيد اللي خدام هو هذا الموقع. واحد الموقع غامض وسميتو كتخلع، عمرني شفتو ولا استعملته. انا هنا حيت تحكم عليا نكون هنا، وكنكتب هذا الشيء حيت قال لي نكتب هذا الشيء. طلبوا مني في الاول نشرح لكم الوضعيه ديالي. انا في واحد الغرفه صغيره ومظلمه تقريبا 10 متر مربع، ما فيها لا باب لا شرجم. ما عارفش كيفاش جيت لهنا ولا حتى كيفاش وصلت لهنا، ما كاين حتى مخرج. قلبت مزيان في كل بلاصه. اخر حاجه تفكرتها هي شربت واحد الكاس الشراب في واحد البار، وتحكم عليا ما نعطيش تفاصيل اكثر من هكا. ودابا ما غادي نقول والو. فقت هنا تقريبا قبل بشي نص ساعه. كان الظلام كحل. اول حاجه درت هي تحسست الجدران حدايا باش نعرف فين انا. لقيت شويه د الخبز والماء، كان كافي باش يصبرني تقريبا شي يومين. كاين حتى واحد السطل تقدر تتخيل علاش، وكاين حتى واحد الكابل ديال الشحن خدام خارج من الحيط. منين شفت داك الكابل تفكرت التليفون ديالي، لقيته مازال عندي، ولكن ما كاين حتى ريزو، غير بان ليا كاين واحد الويفي. دخلت نشوف، لقيت سميتو واحد الاسم غريب ما عمرني سمعت به. حاولت نتصل به ولكن يطلب مني الباسورد. جربت بزاف د الحوايج ولكن حتى واحد ما خدم. جلست تقريبا 10 ديال الدقائق غير كنخمم: فين انا؟ علاش انا هنا؟ واش غادي نموت هنا؟ الا كان شي واحد باغي يقتلني علاش يدير هادشي؟ وعلاش خلى لي التليفون يتشارج؟ هذه كانت اغرب حاجه. شعل الضوء ديال التليفون وبديت كنشوف مزيان. في واحد الركن بعيد شفت شي حاجه، واحد الكتابه صغيره. قربت شعل الضوء عليها، كانت مكتوب شي حروف هكا على شكل الالغاز محفوره في الحيط. خديت التليفون، دخلت الويفي وكتبت داكشي اللي لقيت في الحيط وخدمات. توصلت بالانترنت، ولكن الفرحه ديالي ما طولاتش، حيت ما قدرتش ندخل حتى الموقع. جربت مواقع التواصل وكثر من 30 موقع، والو. ما كيقولش ما كاينش انترنت، ولكن كيطلع ليا واحد السيت بلوك. كنت غادي نستسلم وانا نزيد محاوله، واخيرا خدم معايا. تفتح واحد الموقع غامض، وانا دابا كنكتب من هذا الموقع. لقيت راسي محبوس وعندي غير موقع واحد نقدر ندخل ليه. ما فهمتش مزيان شنو هو هذا الموقع الغامض. على حسب ما بان ليا الناس هنا كيشاركوا واحد التجارب كتوقع لهم هكا غريبه عجيبه. ما عرفتش شنو خاصني ندير هنا، واش نكتبت انا القصه ديالي ولا. قلت نجرب
ضغطت على يور ستوري ولكن خرج لي تسجيل الدخول. جربت نعاود نسجل ما خدمش، جربت اعاده التسجيل من الاول حتى هو ما خدمش. رجعت كنقلب في الغرفه مره اخرى، في السطل، في الخبز، في الماء، ما لقيت حتى جديد. ولكن قبل ما نطفي الضوء شفت شي حاجه في دراعي. شعل الضوء لقيت مكتوب اديس 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 في دراعي اليمين، وفي دراعي اليسار كانوا مكتوبين 7 الحروف، ولكن تقال لي ما نشاركهمش معكم. دخلت لصفحة التسجيل وكتبت هذوك الحروف اللي لقيت، واخيرا هنا في واجهة الموقع شفت واحد الاشعار كليكيت عليه. كان ميساج من واحد سميتو يوفلان. هذا هو الميساج، غادي نقرا عليكم. السلام، مرحبا بك في موقعنا. راك كتسول شكون حنا وعلاش درنا ليك هاد الشيء. الجواب هو حنا عددنا كثير، مجموعة كبيرة، وكنستمتعوا بهاد الشيء. عندك فرصة تخرج حي، ولكن خاصك تتبع القوانين. غادي تشارك هاد التجربة في هاد الموقع. قول الحقيقة وكون بلا مشاعر، ما تعطي حتى معلومات شخصية، ما تبدلش الباسورد، ما تطلبش حياتك. غادي يجاوبوك الناس، واحد من التعاليق غادي يكون ديالنا، جاوب غير عليه. كان هذا هو الميساج. أصعب حاجة كانت هي نبقى بلا مشاعر، وأنا من الداخل ديالي كان مفزوع. ولكن دابا درت داكشي اللي تقال ليا، وغادي ننشر هادشي. وإلا كانوا الناس غادي يجاوبوا غادي نقلب على داك التعليق ديالهم. وانا دابا كنلعب هاد اللعبة وما عندي حتى شي اختيار آخر. تخيل معايا شاب عادي كيخرج من الدار باش يمشي يخدم بحال كاع الشباب ديال هاد الوقت، شويه كيغبر 48 ساعه، لا تليفون لا اثار لا اخبار. وملي رجع للدار وسولوه خسر عليهم 2 كلمات، ماشي هما اللي خاصكم تقلبوا عليهم. هاد القصه وقعت في واحد المدينه مراد الزنقه فين ساكن سفيان. شدو لقيتها فاش خرجت من. مع استمرار البحث كتبان واحد الحقيقة صادمة. غبور سفيان ما كانش مجرد اختطاف، بل كان جزء من صفقة خطيرة داخل ديك الشركة الغامضة. بين التهديدات والمال والصدمة يبدا الشك. واش سفيان كان ضحية أم كان طرف في اللعبة؟ في هذا الجزء غادي نتعرفوا على واحد الصفقة خطيرة تمت في هذه القضية، وغادي نكتشفوا واحد الحقيقة صادمة. تابعوا معي. سفيان رجع من بعد داك الاختفاء ديال 48 ساعة كيف ما شفنا، ولكن الثمن كان غلا من حياته. سفيان ما كانش مخطوف، ما كانش ضحية عشوائية. هو كان عارف بزاف، وعطاو ليه خيار من الجوج: يا إما يسكت يا إما يغبر في مرة. بعد ما استقل سفيان وانتقل لمدينة أخرى، واحد الصحفي محلي في ديك المدينة نيت بدا كيقلب وكيهبش في داك الملف ديال الشركة، بغا يعاود يجبد الصداع من جديد. في هاد الملف الصحفي حلف هو تيعاود يرجع هاد القضية. داك الملف كانت فيه شي تقارير مالية مشبوهة اختفات فجأة من داك الارشيف. الصحفي تواصل مع سفيان، ولكن سفيان رفض يهدر وعاود يجبد هذا الموضوع. داك الصحفي ما فقدش اماله في سفيان، عارفو هو الحل اللي غيلقى ليه هاد اللغز ديال هاد الملف. بقى كيلح على سفيان في الاتصالات حتى وافق سفيان يتلاقى معاه في شي مقهى في واحد القهوة بعيدة. جا عنده سفيان وكان متوتر حسب ما قال داك الصحفي. الصحفي قال ليه داك النهار ما كانش اختطاف تقليدي، كان تحذير. قل لي الحقيقة، قل لي شنو كاين.
سفيان غادي يعترف لذاك الصحافي، قال ليه ملي وصلت لديك المنطقة الصناعية فاش خرجت داك النهار لقيت واحد المكالمة من المدير ديالي طلب منه يجي يتلاقاو باش يوضحوا شي سوء فهم. منين وصل سفيان لقى ديك الطوموبيل كحلة كتسناه فيها المدير واحد خينا ما عمرو شافو حسب ما قال سفيان. هذاك خينا هو اللي دوا مع سفيان، قال ليه التقرير اللي عندك غادي يضر بزاف ديال الناس ماشي غير الشركة السي سفيان. تماك عرضوا على سفيان جوج ديال الحلول لا ثالث لهما: يسلم التقرير ويحط اللوم على موظف آخر، ولا يغبر يومين ويرجع يقول لهم ما بقيت عاقل على والو. وفي المقابل ديال هاد الشي يعطوه شي مبلغ مالي كبير ما عمرو كان يحلم به، وعقد جديد في شركة أخرى وضمان هاد العائلة ديالو باش غتبقى في أمان. ولكن مقابل حتى هاد الشي بالنسبة للمدير وداك خينا كان واحد الشرط خطير ما كانش كيتخيلو سفيان. شرطو على سفيان يمضي واحد الوثيقة ديال اعتراف باللي زور دوك الوراق باش إلا نهار بغا يهدر يطيحوا عليه الملف كامل ويتحمل مسؤوليته الراس. من هنا كتبدا تعرف باللي هذه ماشي غير شركة ديال التوزيع وفيها عمال وفيها، كتبان لك بأنها راه شركة كبيرة ومعقدة وفيها بزاف. كاين منكم اللي غيسول على داك الدم ديال المنديل الا كان هذا غير اتفاق. داك الدم كان مقصود، داروا له واحد الجرح خفيف في دراعه باش تبان القضية راه فعلا كانت اختطاف وعنف. كل شيء هو في الحقيقة كان مسرحية مدروسة. حتى المادة المخدرة كانت غير باش يضعفوا التركيز ديالو باش ما يبقاش قادر يقاوم نفسيا. داك الصحافي عاود سولو قال لي علاش قبلتي داك العرض؟ جاوبو سفيان حيت شفت شي حاجة في داك الكراج. قال لي شنو شفتي؟ قال لي في داك الكراج كانت واحد الحاجة غريبة، واحد الموظف قديم شفتو مربوط في داك الكراج، موظف كان معنا في الشركة. داك الموظف فاش شاف سفيان بدا كيطلب حاجة وحدة وكيغوت بيها: سير وما ترجعش تقلب. من بعدها سالات هذيك القهيوة مع الصحافي. سفيان رجع في حاله، ولكن داك الصحافي من بعد واحد السيمانة بدا كيفتح تاني الملف من جديد بعد هاد الأقوال ديال التصريحات ديال سفيان. ملي تفتح داك الملف داك الصحافي غتجيه واحد المكالمة مجهولة كتقول: ملف سفيان سالة، ركز على حياتك. هنا داك الصحافي بدا كيبان له حياته في خطر باللي راه كيلعب لعب كبير. وفعلا الصحافي دار حادثة ديال السير بعدها بيومين. كانت حادثة خفيفة الصراحة، ما ماتش، ولكن الرسالة وصلات. من بعد واحد المدة ديال 3 شهور الشركة تسدات فجأة بدعوى إعادة الهيكلة. المدير غبر خوا البلاد وسفيان بدل سميتو رسميا وبدا حياة جديدة. والاتصال مع داك الصحافي كان تقطع نهائيا، ولكن كانت آخر جملة دازت ما بين سفيان والصحافي. سفيان كان تفوه واحد الكلمات اللي غادي يعاودوا يجبدوا واحد الصداع من جديد. كان قال لي سفيان غير في واحد اتصال هاتفي: ماشي كل مرة اللي كيرجع مختفي كيكون نجا. تقدر تختفي اليوم وتحس براسك راك خرجتي من واحد الدوامة حتى كتدخل في دوامة كبر منها وسويرتي تنجا منها. السؤال اللي كيتطرح هنا:
هو داك الموظف اللي كان في الكراج. فين مشى داك الموظف؟ واش مازال في داك الكراج؟ واش هو حي ولا ميت؟ واش فعلا كان مربوط ولا داكشي كان غير مجرد تمثيل؟ واشنو اللغز ديال ديك الكلمة اللي كان تيعاود سير وما ترجعش تقلب؟ في الجزء الثالث غيجاوبنا سفيان على كاع هاد الأسئلة. تهلاو. كلشي كان كيظن أن سفيان ضحية وأن الشركة هي العصابة، ولكن الحقيقة اللي تكتشفات من بعد خلات المحققين يتصدموا، حيت سفيان ما كانش غير شاهد، كان طرف أساسي في هذه القصة. في هذه الحلقة غادي نكتشفوا واحد الحقيقة من بعد إغلاق الشركة وهروب المدير. تابعوا معي. من بعد ما تغلقات الشركة وغبر المدير، الملف تقفل رسميا، ولكن واحد المحقق متقاعد ما تسرطاتش ليه، ما حس بأن هاد الملف مازال فيه شي لغز. كيف ما جا على لسانه هو كاين حاجة ما داخلاش العقل. علاش يخليوها على قيد الحياة؟ حيت عصابة كبيرة بحال هادي الشهود كيختفيو نهائيا، كيغبروا ليهم الآثار، وسفيان بقى عايش. يعني شي حاجة تماك ما مفهوماش. المحقق رجع للكاميرات القديمة، بدا كيدقق فيهم. هو يلاحظ واحد الحاجة ما كانتش طبيعية. منين سفيان وصل للمنطقة الصناعية كيف ما شفنا قبل، ما كانش باين عليه الخوف. اللغة ديال الجسد ديالو كتبين ان شي حاجة تما غير طبيعية. يعني اللقاء كان مدروس ومخطط ليه قبل مزيان. هاد البحث غيتزامن مع واحد التسريب كان من داخل الشركة. تسربات واحد النسخة قديمة من داك التقرير. هاد النسخة غتجي في يد داك المحقق، لقى فيها دوك الأرقام المزورة اللي كنا شفنا، ولكن ما كانوش غالطين، كانوا داخلين بالتوقيع إلكتروني باسم ديال السي سفيان. يعني إما شي حد استعمل حسابه ولا هو كان دار العملية من الأول. نرجعوا للمحقق. قدر يوصل لسفيان بعد بحث طويل، لقاه في واحد المدينة بعيدة، قدام في شركة جديدة بواحد الاسم مختلف. قرر المحقق يواجهه بهذوك الأدلة اللي لقى ديال الكاميرا والتقرير اللي تسرب. سفيان قال ليه أنا ما كنتش ضحية، ولكن حتى أنا ما كنتش الراس والعقل المدبر. سفيان هنا اعترف هو اللي اكتشف الاختلالات الأول، ولكن ماشي باش يبلغ عليهم، ولكن باش يدخل معاهم، حيت كان محتاج الفلوس وكان عارف النظام كيفاش خدام. خدم معاهم تقريبا شي 4 ولا 5 شهور وقرر يوقفوا العملية، ولكن هو بغى حصة ونصيب كبر في هذه العملية. دار نسخة احتياطية من الوثائق وهددهم بالتبليغ. الصراحة سفيان طلع كيف كنقولوا ليو في البرنابيو، وهنا تبدلات اللعبة. داك اللقاء في المنطقة الصناعية ما كانش اختطاف، كان تفاوض خرج عن السيطرة ديالو. الموظف القديم اللي قال شافو مربوط ما كان حتى واحد، كانت غير قصة اختارها باش يبرر الخوف ديالو. اما الحقيقة الوحيد اللي تعرض للتهديد الحقيقي كان هو المدير. داك المحقق سول سفيان وعلاش رجعتي للدار وداير فيها ضحية ودجاجة المكسور جناحها؟ باش نكون انا الشاهد ماشي المتهم. خلاهم يظنوا باللي كان مخطوف، وخلى البوليس تمشي في ديك لابيست ديال الاختطاف، وخلى المدير يهرب وفي نفس الوقت يحتفظ بنسخة من كل شيء. قبل ما يسالي التحقيق وقعت حاجة ما كانش محسوبة. المدير تسلم للسلطات في دولة أجنبية،
تشد تماك. وفي التحقيقات ديالو صرح بواحد الجملة: انا هربت حيت سفيان هو اللي طلب مني نهرب، حيت الا تشد المدير داخل البلاد غادي تفضح كلشي، ولكن الا هرب يبقى هو المتهم الوحيد والباقية تبقى مستورة. من بعد واحد المدة صدرات واحد مذكرة البحث على سفيان، ولكن سفيان غبر مرة، هاد المرة بلا رجوع. والحاجة اللي كانت غريبة في هاد الغبرة ديال سفيان عاود كان تفتح واحد الحساب بنكي خارجي بالملايين الدراهم، تفتح قبل ما يغبر سفيان بشي 2 سيمانات هكاك، ولكن باسم جديد. كيف ما سمعنا على سفيان أنه كان هو الضحية في القصة، ولكن في الحقيقة ربما أكبر عملية في القضية كاملة كانت تمثيل متقن من طرف سفيان. والسؤال غيبقى هنا: واش كان ذكي لدرجة تخدع الجميع، ولا كاين شي لعب كبر مازال ما بانش؟ كيفاش هاد الحساب البنكي اللي تفتح خارج البلاد، وفين غبر سفيان؟ واش مازال غيبان ولا كانت هذه غبرته؟ في الجزء القادم وغيكون هو الاخير في هذه القصه غادي يجاوبنا سفيان على باقي هاد الاسئله. هاد الشيء لا بان ليه شي اثار. من بعد ما صدرت مذكرة البحث سفيان غادي غبر، ولكن قبل بشي ايام دار واحد لاكسيون خطير ما انتبه ليه حتى واحد حتى فات الاوان. في هذه الحلقة غتكون هي الاخيرة، غادي نكتشفوا فيها سر الاسرار وحقيقة الحقائق ولغز الالغاز. تابعونا. من بعد غبور سفيان السلطات بدات كتبحث عليه، كتقلب عليه في كاع المدن ديال المغرب، وكتراقب داك الحساب البنكي اللي كانت تفتح، ولكن ما كان فيه حتى شي تحويل جديد. كان داك المبلغ تحط غير باش يكون مجرد طعم. التليفون ديالو اخر اشاره تسجلات في واحد المحطه ديال التران، الكاميرا تشداتو وهو كيشري واحد التيكي ديال التران، ولكن ما بانش في حتى كاميرا طلع للتران. التيكي تشرات، ولكن فين زاد سفيان مازال ما بان. داك المحقق المتقاعد الوحيد اللي بقى متابع هاد الملف، الوحيد اللي بقى دارو راسو، رجع يقلب في التفاصيل القديمة، لقى واحد الحاجة كانت بسيطة ولكن مهمة في هاد القضية هادي. اكتشف ان سفيان نهار رجع من بعد الغبور الاول كان لابس واحد الساعة، واحد السواتشة في اليد ديالو، ساعة فاخرة الصراحة، كانت لوكس وكانت ساوية الثمن. هاد الساعة ما كانتش في التصاور ديالو القديمة، في التحقيق الاول اللي داروا معاه ما كانش دايرها، وحتى شي واحد ما ركز عليها. ولكن ملي قارنوا داك الرقم التسلسلي، الساعة كانت مسجلة بالاسم ديال الموظف القديم اللي كنا قلنا غبر هادي عامين وكان مربوط كيف ما قال سفيان. كما شفنا ان داك الموظف القديم الملف ديالو كان مسدود، اختفاء بدون اثار، وديك الساعة كانت مسجلة بالاسم ديالو. من بعد شهور ديال البحث توصل داك المحقق بواحد الرسالة إلكترونية مجهولة، ما فيها لا اسم ولا تعريف، غير تسجيل صوتي. المدة ديالو كانت تقريبا شي 11 ثانية، ولكن كانت فيه واحد الجملة واضحة كتقول: ماشي كل اختفاء هروب، كاين اختفاء كيكون انتقال. الصوت كان قريب بزاف للنبرة ديال السي سفيان، ولكن ما كانش مطابق 100%. من بعد هاد الرسالة بشي سيمانة تقريبا تسجل واحد الدخول ديال واحد الشخص بهوية جديدة في دولة آسيوية، شداتو الكاميرا في داك المطار ديال ديك الدولة،
واحد الشخص لابس واحد الكابية كحلة وواحد النظارات في نفس اللون، ملامح ديالو ما واضحاش مزيان، ولكن الصدمة هي كان لابس نفس ديك الساعة اللي تكتشفات قبل في داك التحقيق. هنا غيبدا الشك في هذا الراجل وغيبدا البحث والتحقيق من جديد. داك المحقق المتقاعد غيتلاقى واحد الظرف بريدي ترسل من شي دولة أخرى. فتحوا المحقق لقى فيه واحد اليو اس بي مكتوب عليها ما تفتحش حتى تسالي القصة. ايوا مشات ايام وجات ايام والمحقق مازال كيشوف داك اليو اس بي حتى غيجي واحد النهار غيتقاضى عليه الصبر. فتحوا لقى فيه واحد الفيديو فيه تقريبا شي 27 دقيقة. التاريخ ديالو كان قبل اختفاء سفيان بشي 3 ايام. فاش خدم الفيديو بان ليه سفيان جالس قدام الكاميرا. سفيان بدا الفيديو ديالو. الى وصلكم هذا الفيديو راه الخطة نجحات. هنا المحقق تخلطوا ليه السلوكة ديال دماغه. كيفاش هاد الخطة اللي نجحات؟ سفيان تسرح ليه اللسان وبدا يحكي في الحقيقة كاملة. قال باللي القصة كلها بدات قبل بشي 3 سنوات، ماشي ملي تكتشف الفساد، هي بادية قبال، ولكن ملي لاحظ ان الشبكة كانت كبر من شي حاجة سميتها الشركة. الشبكة كتغسل الاموال على ظهر واحد الشركات صغيرة، كل مرة كيضحيو بشي موظف باش يتسد داك الملف. الموظف القديم اللي كنا شفنا غبر هو ما ماتش، هو اتهموه باش يحمي ناس كبار في ديك الشبكة. وهنا قرر سفيان باش يبدا هاد اللعبة يدير حاجة مختلفة. هو ما قررش يهرب بحال اللي سبقوه، هو خلاهم يظنوا انه داخل اللعبة. سفيان كان كيسجل كل شيء، اللقاءات، التحويلات المالية، التهديدات، وحتى الصفقة اللي دار معاهم. خلاهم يظنوا انه طماع، خلى الشرطة تشك فيه وخلى المدير يهرب. علاش؟ باش يجمع الأدلة كاملة بلا ما يشك فيه حتى واحد. كيف ما جعل لسانه قال باللي باش تصيد واحد الشبكة كبيرة خصك تولي جزء منها. في آخر الفيديو سفيان قال داك الاختفاء الثاني ما كانش هروب، راه كانت الرمية الأخرى في هاد اللعبة. ومن بعد عطى أسماء مسؤولين كبار وشركات وهمية. والأخطر من هاد الشي قال في الأخر ديال الفيديو هاد الفيديو راه ما تسجلش غير على ودكم، هو راه متبرمج باش يتبعت للجهات الدولية في حال ما وقعت ليا شي حاجة. داز أسبوع على داك الفيديو اللي شاف المحقق، وبدات كتبان واحد الأخبار كتدور على الصعيد الوطني. اعتقالات مالية في بزاف د المدن، إغلاق شركات، تحقيقات دولية في غسيل الأموال. نفس الأسماء اللي قال سفيان بدات كتبان في الأخبار. المحقق فهم هنا الحقيقة، اللي سفيان ما هاربش، سفيان كان شاهد ومحمي بطريقة غير رسمية. من بعد واحد المدة ديال 6 شهور توصل المحقق تاني بواحد الظرف بريدي مجهول. فتحوا لقى فيه شلة ميساجات أرى ما تحلل وتفهم. صورة لواحد الشاطئ بعيد، وراه واحد الصورة مكتوب فيها بخط صغير بعض القصص خاصها تختفي باش النهاية تكون عادلة. وفي جنب ديك الصورة بين واحد الراجل كيتمشى بعيد شوية على الكاميرا. والأغرب في هاد الشي كان داك الراجل لابس نفس ديك الساعة اللي هدرنا عليها قبل. الملف تسد رسميا، لا إعلان على براءة سفيان، لا آثار بان على سفيان، والأهم في هاد الشي الشبكة تفكات، والوحيد اللي عرف الحقيقة كاملة اختار يغبر. ربما سفيان ما كانش ضحية ولا مجرم، ربما كان غير واحد الإنسان أنبو ضميره وقرر يخاطر براسو في هاد اللعبة باش الحقيقة تبان.